ممكن يوصل لدرجة ان الشركة تقفل. في اصحاب شركات كتير جدا بينخدعوا بالنجاح المفاجئ، فبيبتدي ان هو يكبر الشركه بدون دراسه. فايه اللي بيحصل؟ ممكن يوصل لدرجه ان الشركه تقفل. ايه السبب؟ اصحاب شركات كتير جدا في مجال التسويق العقاري بينجح والدنيا بتبقى كويسه جدا معاه، وفجاه يقول لك انا هكبر البيزنس بتاعي، فيبدا يعين تيم واثنين وثلاثه بدون دراسه لحجم التدفقات النقديه، فيبتدي البيزنس بتاعه ينهار لان ما عندوش دراسه الدنيا قدام هتبقى ماشيه معاه ازاي. في اصحاب شركات تانيين بيعملوا الدراسه دي كويس جدا، بس بتاخد منهم وقت كبير جدا ومجهود كبير جدا علشان يقدر يوصل لمرحله ان هو يكون عنده درايه بحجم التدفقات النقديه في الفتره الجايه. يبقى احنا عندنا نوعين من اصحاب الشركات: حد بدون درايه بيبدا يكبر البيزنس بتاعه، وحد بيبقى عنده درايه بالبيزنس بتاعه بس بياخد وقت كبير جدا وبيعمل مجهود كبير جدا علشان يوصل لحجم التدفقات النقديه. في زين اي تي ام في تقرير تقدر تطلعه بكليكايه بحجم التدفقات النقديه، فبيوفر عليك كتير جدا. لو انت عندك القدره ان انت تطلع التقرير ده بعد وقت ومجهود كبير جدا، التقرير ده هيوفر عليك كتير قوي. ولو انت ما عندكش القدره ان انت تطلع التقرير وبتشتغل بدون درايه، فالبرنامج ده هيساعدك ان انت يكون عندك الدرايه بحجم التدفقات النقديه في شركتك، وتقدر تكبر البيزنس بتاعك وانت في امان.